السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. كما وعدتكم البنات اليوم ان شاء الله غنهضروا على مواد التنظيف من مبدره الى مقتصده. ايه البنات، تخلص من مجموعه من مواد التنظيف اللي كانت صراحه مبدره من الطراز الرفيع. حيت جوج الفيديوهات من قناتي على كنت درتيهم مواد التنظيف. لحقاش البنات الضمير ديالي كيعذبني صراحه. درت داك الفيديو قديم تقريبا شي 4 سنين او اكثر. وريت لكم في الدوش جميع مواد التنظيف اللي كاينين عندي، راه عرامه البنات. وحيت داكشي لحقاش كاينين البنات اللي مازالين كتفرجوا في الفيديوهات القدام، يعني كتمشي حتى هي كتشري وكتخسر فلوسها وزيد وزيد وزيد. وانا هادشي البنات ما بغيتوش. علاش هاد الفيديوهات بالضبط؟ كانكم تاخذونا البنات عبره من مبادره الى مقتصده. خذوني عبره وما تعاودوش نفس الغلط اللي كنت درت. انا كنت مبدره، ما تكونوش نتوما مبدرات. خصوصا البنات اللي عاد جاو المانيا، حاولوا ما امكن انكم البنات تقتصدوا، تجمعوا فليسات، ديروا المشاريع ديالكم، ديروا ديوركم، ديروا اي حاجه بغيتو. او انت ما بغيتي شي حاجه، على الاقل يكون عندك الفلوس في الكونط ديالك تمشي بهم للعمره، تمشي بهم تسافري بهم، تمشي بهم اي بلاصه. المهم انك ما تكونيش مبدره من حيث هادشي. كتشوفوا معايا هنايا طانديل البنات. بالنسبه للطانديل كنشريه من نهار البنات بدات المقاطعه، لحقاش انا مولفه كنشري البنات اريل، هو اللي كنت كنستعمله بزاف. يعني اريل دائما كنشري اريل. ولكن ملي بدات المقاطعه ما عمري مازال دخلته لداري نهائيا. كنشري هادو ديال طانديل بعض المرات في الدي، وبعض المرات كناخذ غير ديال غوسمان. المهم البنات، شكون اللي قال ان هذا الحجم هذا اللي كتشوفوه هنا اللي فيه 48 غسله يدينا البنات شهرين و15 يوم؟ صراحه كنت مبدره وليت مقتصده بطبيعه الحال. اهم حاجه غادي نركز عليها البنات هي لا ماشين ديالكم، باش تحافظوا على مواد التنظيف تكون نظيفه، ما يكونش فيها الغموليه لداخل. غسلوها مره بشويه ديال الخل باش يتحيد منها الكالكير، اولا جيبوا المواد اللي كتنظف لا ماشين. انا معتمده البنات على الخل، يعني كتغسلوها مزيان بواحد الشيته ديال السنان، كتحكوها مزيان، كتشوفوا داك الكاوتشو لداخل ديالو ياك ما فيه الوساخ. لحقاش الريحه ديال الملابس ملي كتكون خايبه عرفوا انها من الكاوتشو. نقيو داك الكاوتشو مزيان باش هكا تكون الريحه ديال الملابس ملي كديروا معطر كتكون زوينه بزاف. المهم البنات، هذا اللي كتشوفوه هنايا البنات ولاو كيديوني شهرين و15 يوم، شهرين و10 ايام الحمد لله. بالنسبه لديك الملحه اللي كنت كنحك بها الملابس البنات ما بقيتش كنشريها نهائيا. ولا عند البنات هادو كنجيبوهم من المغرب وكيصيفطوهم ليا في المغرب. هذا الصابون كلكم كتعرفوه. هذا الكف البنات كنجيبو من المغرب، كنقطعو بحال هكا، كنديرو في البلاستيكات كنحطو عندي. الا جاب الله عندي ملابس مسخين بزاف بحال الدقاجر عزكم الله الكيلوطات ولا شي حاجه كنحكهم بهذا. ما كنستعملهاش كامله البنات، راكم عارفين باش ما يكونش فيها لا بكتيريا لا والو. كنستعمل واحد الطرف حتى كيسالي كتهزوا الطرف الاخر. الا بغيتو كتقطعوها نتوما البنات على 6 مثلا، ولا على 5 ولا على 4 على حسب. مهم سهله في التقطاع ديال هذا الصابون الكف وكتستعملوه. بالنسبه للغساله كما قلت لكم تكون نظيفه. واحد الحاجه اخرى غتركزوا عليها البنات هي ملابس الاطفال. ما تخليوش وليداتكم يلبسوا الملابس حتى كيوليو حالتهم حاله. لا، الملابس شويه البنات يلبسوهم يومين هكا حيدوا ليهم اللبسه، خصوصا الملابس التحتانيه راه يوميا كل صباح خصهم يتبدلوا. هنا البنات كنت قضيت هادو البنات هادو حطيتهم في الستوك ديالي ملي عاد جيت من المغرب. هادو دابا راه كاينين في الستوك، وهذا صافي راه ساليته وشريت عاوتاني ديال غوسمان. بالنسبه للميزانيه ديال المواد التنظيف البنات الحمد لله من بعد ما كنت واحد المبدره ولات الميزانيه ديالي ما كتجاوز البنات 30 اورو هكا في 4 شهور 5 شهور. لحقاش كنشري ديال لا ماشين ديال الموان، ماشين ديال الحوايج، وبعض المواد هكا غنوريهم لكم دابا اللي كنضف بهم الدار. اللي اهم حاجه كنركز عليها البنات عندكم الخل وجافيل ودوك المواد اللي كنت كنشري من اكسيون البنات، واللي كنت كنشري في الدي غوسمان. عرفتوا راه ان شاء الله ملي غنمشي المغرب غنصور لكم. راه عندي حتى في المغرب عرامه البنات. كنت صفت واحد مجموعه كثيره ديال مواد التنظيف اللي صراحه قسمتهم هكا. كل كوزينه حطيت فيها شي شويه هكا. ولكن البنات هذا كيتسمى تبدير. من الاحسن يكون عندكم غسيل الملابس، معطر الملابس، مبيض الملابس اللي هو جافيل او اي جافيل كتبغيو نتوما. كنت كنشري حتى جافيل ديال الالوان، بقيت معتمده فقط على هاد الجافيل هذا كما قلت لكم. لحقاش رديت البال الملابس ديال الاطفال ما يتوسخوش، لا ماشين تكون ديما نقيه، ما يكونش فيها الاوساخ، ما يكون فيها والو، باش تعطيكم نتيجه ممتازه. بالاضافه انكم البنات ما تكثروش الصابون، يعني كديروا هاد الغلاقه هذه ديال الطانديل ولا ديال اي مواد التنظيف كتستعملوا ما تعمروهاش البنات.
دائما خليو واحد الثلث في الاخر، ما تعمروش كيخرجوا لكم الحوايج ديالكم نقيين. بالاضافه بطبيعه الحال المعطر، بالنسبه للمعطر البنات كندير غير لي نور، ما عرفتوش كاين في المقاطعه ولا لا، هو اللي بقيت مستمره عليه من نهار البنات درت هاد التحديات مع راسي. والخل، الخل البنات كيحيد ليا الكالكير، عزكم الله. كنقي به الطواليت، شريت كميه كثيره وحطيته عندي في السطوك، كنزيد عليه شويه ديال الماء كنديرو في رشاشه البنات، كنقي به اللافابويات ديالي، كنقي به البينوار، كنقي به اي حاجه بغيتها البنات. الكوزينه كندير ليها بطبيعه الحال جافيل، لحق الجافيل هو اللي داكشي ديال الاينوكس وداكشي البنات ضروري يكون جافيل. وحطوا واحد 3 د القراعي ولا 4 في الكيله ديالكم اولا في السطوك ديالكم، راه كيديكم البنات حتى 8 شهور واكثر، لحقاش هو ما كنستعملوا فيه بزاف، دائما كنضيفوا ليه الماء. واحد الحاجه اخرى البنات هي ديال الزاج، حتى هو ضروري كيكون عندي هذا، حقاش هكا السراج ضروري تنقاو. الا لقيتو نتوما البديله البنات ما تشريوش حتى هذا، شطبوا عليه. المهم البنات بالنسبه لمواد التنظيف خدموا على هذه المساله هذه كما درت انا درت واحد الفتره اللي خدمت فيها انني نحيد داكشي اللي عندي كامل في الدار، والحمد لله البنات حيدته واعتمدت على هادو. بالنسبه لهادو ديال تيبيش ضروري البنات يكونوا في الدار، لحقاش ملي كتكب شي حاجه على تيبيش ولا شي حاجه ضروري انكم تنصحوها البنات، خصوصا البنات اللي عندهم الوليدات صغار. جربتهم كاملين البنات، كاملين ديال دي ام، ديال غوسمان، ديال الدي، اي منتوج من بحال هادشي ديال تيبيش جربتو كتلقاو هادشي كله راه بحال البنات، يعني كتعتمدوا منتوج واحد بحال فيما شريتوه، بحال فيما شريتوه استعملوه راه تلقاو نفس النتيجه البنات. وكذلك هادو اللي كنغسل بهم لا ماشين، الا ما بغيتوش هادو البنات كتستعملوا الخل وبيكربونات الصودا، راه طبيعيين وكنقيو لكم لا ماشين ديالكم، خصوصا لا ماشين ديال المعن. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يغسلوا فلوسهم، بالنسبه لهذا بقيت معتمده عليه وحيدت البنات ديال اكسيون، ولكن ديال اكسيون باقي عندي في المغرب، ما بقيتش كنشريهم نهائيا ديال اكسيون، صافي بقيت معتمده على هذا البنات. كينقي ليا البوطه، كينقي ليا الفران، الكريل، المقلاة الهوائيه، اي حاجه كنقيها به صافي بقيت معتمده عليه. هادو هما المنتوجات البنات اللي عندي، الحمد لله قدرت انني نخوي هذاك البلاكار اللي عندي، تهنيت من داكشي كامل البنات. وكذلك البنات حيت الشامبويات، خدموا البنات شوفوا كل مره خدموا على واحد الحاجه الا بغيتوا توصلوا لواحد الهدف. مثلا الشامبويات بقاو تغسلوا بهم لوليداتكم، تغسلوا بهم حتى نتوما، استعملوا واحد يسالي لوحوه، ما بقاش تشريو، استعملوا الاخر حتى كيسالي لوحوه، وهكذا حتى كتهنوا من الشامبويات اللي عندكم في الدار كاملين. وكتبقاي معتمده على 2 شامبويات، واحد ليك واحد لراجلك واحد لوليداتك، هكا 3 كتهنوا البنات. الدوش كيكون نقي، البلاصه ديال الشامبويات كيكون فيها كميه قليله، حتى الا عجبتكم داك الشامبو كتشريو بجوج اخرين كتحطوهم في السوق، صافي كترتاحوا مع راسكم. المهم البنات خذوني كعبره وما تشريوش كل نهار المنتوجات، وما اي حاجه شفتوها ما تاخذوهاش، الا ما كنتيش محتاجه ما تاخذيش، الا كنتي محتاجاها خذيها، ولكن التبذير البنات راه ما مزيانش. كذلك بحال هكا نبقاو نبينوا للناس هادشي البنات، انا كنحس بتانيب الضمير بعض المرات ملي كنقول لكم شوفوا هذا شوفوا هذا شوفوا هذا شوفوا هذا البنات، داكشي ما مزيان فيه حتى الذنوب وحتى التبذير البنات راه ما مزيانش. المال ديالنا وفلوسنا ما كنهزوهمش، نهزوهم عزكم الله من الزبل. كل وحده فيكم تحاول تحافظ على الميزانيه ديالها بالتبذير بدون تبذير بطبيعه الحال. كتحاولوا انكم البنات تخدموا على كل حاجه بالقياس. وغادي ندير لكم حتى الفيديو ديال الاكل البنات، ملي غندير لكم ان شاء الله جدول الاكل غنهضر لكم حتى على الاكل بالقياس، لحقاش بزاف وانا منهم اللي كنت كنطيب كتشيت الماكله، كطيب شي حاجه دائما عبروا بالقياس هكا باش تعرفوا البنات انكم تحافظوا على الميزانيه ديالكم. واخا تكون عندكم النعمه البنات قلتها لكم وكررتها، واخا يكون عندي الفلوس، واخا يكون عندي الطوموبيل، يكون عندي الفيلا، يكون عندي الدار، يكون عندي اللي يكون عندي، ولكن فلوسك كيبقاو فلوس. انا ما كنبغيش نعاود لكم بعض التجارب لبعض السيدات. واحد السيده وقعت سكته دماغيه الزوج ديالها وتكرفسات، وحنا ما بغيناش نوصلوا لهادشي، الله يحفظنا والله يحفظ الازواج ديالنا الى غير ذلك. كاينين بعض التجارب اللي صراحه صعيبه بزاف، والحمد لله السيدات قدروا انهم يوقفوا على رجليهم. حنا ما نتسناوش نوصلوا لذوك المراحل ولا شي حاجه، دائما الواحد يكون ذكي ويحاول انه يحافظ على الميزانيه ديالو، ويجمع شويه ديال الفليسات على الاقل في دارك تكون عندك واحد 600 اورو محطوطه او حتى 2000 اورو او اكثر في دارك كتكون محطوطه، كتكون احتياطي الا احتاجيتيها شي نهار غتهزيها. هذا هو الهدف البنات من القناه ديالي، انني نشجعكم ما تكونوش مبذرات، بالعكس بنادم يتهلا في راسو، ياكل مزيان، يعيش مزيان، ولكن كل حاجه بالقياس، كل حاجه بالقياس البنات، باش هكا
توصلوا الاهداف ديالكم وتحققوا الاهداف ديالكم. البنات اللي كيحمقوا على الذهب، البنات سيروا عند موالين الذهب. انا كنمشي دائما عند موالين الذهب. تهلاو في راسكم، يعني عيشوا الحياه كما بغيتوا ولكن بالاقتصاد. كل حاجه عطيوها حقها. وكنتمنى ان هاد الفيديوهات هادو تستفدوا منهم البنات، وكما قلت لكم خذوني كعبره وما تعاودوش نفس الاغلاط اللي كنت كندير. يعني اي حاجه شفتها كنشريها، اي حاجه عجبتني نشريها. هاد الشيء البنات راه غلط. يعني شري شري شري، اعتبروه واحد المرض اللي خطير. الا ما فقتي منه بكري غيديك واحد الواد، وداك الواد صعيب شويه باش بنادم يرجع منه. وان شاء الله يا ربي كلكم تستافدوا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.